بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يسرني ويشرفني أن أكون ضيفا على هذه الطاولة العلمية المستديرة، وإن شاء الله ستكون مائدة دسمة، والتي ينظمها المنتدى الإسلامي بالشارقة، وهذا يستوجب شكري الجزيل وتقديري العميق لكل العاملين في هذا المنتدى المبارك، وعلى رأسهم سعادة الأمين العام الأستاذ الفاضل ماجد عبد الله بوشليبي، وفضيلة الأستاذ أبو بكر سعداوي المدير التنفيذي. والموضوع الذي سوف نعرض له على هذه المائدة يدور حول الكتاب الشهير والمدوي في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي والعالمي، والذي وصف صاحبه بسببه من تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية، حيث يقول عن الغزالي بعد أن وصفه بحجة الإسلام ومحجة الدين وغير ذلك، قال: جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماء، وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء، فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفي بجلاد مقاله، ويحمي حوزة الدين ولا يلطخ بدم المعتدين حد نصاله، حتى أصبح الدين وثيق العرى وانكشفت غياهب الشبهات، وما كانت إلا حديثا مفترى. في الحقيقة سنركز الكلام حول كتاب التهافت، فنبدأ. كيف ألف الإمام الغزالي هذا الكتاب العظيم؟ إنه لم يؤلفه مباشرة، وإنما كما تعلمون كان فقيها، وكان من علماء الكلام، وأخذ يحدد أصناف الطالبين للحقيقة، فحصرهم في المتكلمين والفلاسفة والباطنية والصوفية. فبعد أن انتهى من دراسة علم الكلام انتقل إلى الفلسفة، فرأى بعلو همته وما فطر عليه من الجد والصرامة أنه لا يسوغ له الحكم عليها وبت الرأي فيها حتى يساوي أعلامهم فيها. وهو هنا يضع لنا منهجا ينبغي أن نتمثله، أن كل من يريد أن ينقد مذهبا من المذاهب أو نظرية من النظريات لا بد أن يكون متعمقا فيها وفي دراستها حتى يساوي من هو أعلم من هؤلاء، بل إنه يجاوز هذه الدرجة، حتى قال في النهاية: فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه كأن إنسانا يرمي وهو أعمى أو في عماه. من أجل ذلك ثم يشير أنه لم يرى أحدا من علماء الإسلام من صرف عنايته وهمته إلى ذلك الأمر. صحيح أن هناك من سبقه، الإمام الجويني تعرض، والإمام ابن حزم في الفصل، وعلماء المعتزلة وغيرهم، لكنه يقول: لا يوجد إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد، لا يظن الاغترار بها غافل عامي، فضلا عمن يدعي دقائق العلوم. ولذلك الكل يشهد بأن الغزالي هو أول من شن حملة منظمة على الفلاسفة، يعني أشبه الذين نقدوا قبله أشبه بمن يحذف الطوب مثلا، يعالج مسألة من المسائل أو قضية من قضايا، لكن واحد يعد نفسه ويجهز كل هذا التجهيز. هو كان الغزالي أول من اضطلع بالتصدي لمهاجمة الفلاسفة، ولذلك كان في مجال الهجوم على الفلاسفة وتفنيد مزاعمهم أقواهم حملة وأغزرهم مادة وأصلبهم قناة وأطولهم باعا، فطبع هذه الحملة بطابعه القوي الغلاب، وبهذا مكن لها وهي أذهان الناس لقبولها، ومهد الطريق للتنكيل بها على يد الإمام ابن الصلاح وغيره. من أجل ذلك قال: شمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم، وأخذ يدرس في سنتين ثم يعاود ما درسه في سنة، يعني في 3 سنوات، ثم رأى أن المباحث الفلسفية لا تزال غامضة، وكأن مؤلفيها قد تعمدوا ذلك حتى يكون هناك احتكار للفلسفة ليقيموا سياجا حول الفلسفة يحوطها من تناول العامة، أو لم يكونوا يحسنون التأليف. يعني الفارابي ما كان يحسن العربية اللي هو الإحسان القوي، يعني كان يعرف كثيرا من اللغات، لكن العربية ربما كتب فيها بأسلوب صعب. أما الغزالي فقد رزق قدرة عجيبة في تبسيط المسائل العلمية وإيضاحها، فكسر ذلك السياج ورفع الاحتكار العلمي، وألف قبل أن يؤلف التهافت كتابا آخر اسمه مقاصد الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة عرض فقط لمبادئ، يعني يقرر الآراء ويحكيها، وربما يرضى عن شيء منها أو يلوح أو يفهم يعني. وذلك في كثير من الناس إذا قرأوا المقاصد يقولون إن الغزالي فيلسوف ومحب للفلسفة، لكن هو رأى أنه من الناحية العلمية، المنهج العلمي، لا بد أن يبين أنه صار من المؤلفين البارزين فيها. ولذلك الدكتور إبراهيم مذكور، وهو من هو في دراسة الفلسفة وكان رئيس المجمع اللغوي في القاهرة، قال: الغزالي حين شاء أن يفلسف أو يتفلسف دفعه حب الاستطلاع أن يقرأ كثيرا، وتمكن كل تمكن من فلسفة أرسطو والفارابي وابن سينا، ووضع في الفلسفة عامة كتابين كبيرين: مقاصد الفلاسفة، ثم الكتاب الثاني تهافت الفلاسفة، وهو موضوع الندوة اليوم، وهو أشهر كتبه وأخطرها، وكما يقول: وهو دون نزاع من أهم الكتب الفلسفية في القرون الوسطى،
كتبه في سن النضج قبل أن يهجر بغداد بقليل، فجاء عميقا دقيقا يؤذن بتمكن تام وسيطرة شاملة، فيه مادة غزيرة واعتراضات محكمة ولمس لصميم المشكلات ونقد حاد، وجمع مشكلات الفلسفة في 20 مسألة، وبين أن هذا منهج جديد في العرض وفي التأليف وأصالة في الابتكار، وصداه في الشرق والغرب لا يحتاج إلى بيان. بل قال يعني جاء بعد ذلك طبعا الإمام القاضي الفيلسوف ابن رشد ألف كتابا في الرد عليه وسماه تهافت التهافت، لكن إبراهيم مذكور وأمثاله من هؤلاء يقولون لا شك أن الغزالي في التهافت كان أكثر أصالة وأوضح شخصية وأعظم تجردا من ابن رشد، ومن ثم كان أثره الهدمي أعظم من عمل ابن رشد لتبرئة الفلسفة مما اتهمت به. صار بعد ذلك نشير إلى ما يعرف بالمحاكمة. كانت أيام السلطان العثماني محمد الفاتح وهو مشهور، أراد أن أو أمر اثنين من كبار العلماء في عصره أن يقيموا محاكمة بين التهافتين، تهافت الفلاسفة وتهافت ابن رشد أو تهافت التهافت. فدخل مصطفى ابن يوسف اللي هو في سنة 893 وألف كتاب بنفس العنوان تهافت الفلاسفة، وعلاء الدين الطوسي وضع الذخيرة في المحاكمة بين الغزالي وابن رشد، ووضع خواجة زادة اللي هو الأول كتابه في 4 أشهر والطوسي وضعه في 6 أشهر، ولكن فضل بعد نتيجة المسابقة يعني فضل كتاب زادة على كتاب الطوسي، وأعطى السلطان لكل منهما 10,000 درهم في التساوي. لكن مين اللي خد زادة؟ خد بغلة، خصه ببغلة نفيسة. طبعا البغلة النفيسة يبقى أكيد مرسيدس الآن في العصر الحديث، مما أثار غيرة صاحبه الطوسي ودفعه إلى الالتحاق ببلاد العجم، وفي كلام عنه في كتاب كشف الظنون. طبع الكتاب طبعا في الهند وفي مصر عدة طبعات وفي بيروت وأكثر من مرة في المطبعة الكاثوليكية، وكانت أول طبعة محققة حققها فضيلة الدكتور سليمان دنيا أستاذنا في الأزهر، وكان في كل طبعة من الطبعات يكتب مقدمات. ثم صدر الكتاب عن دار الهلال في 94 الدكتور علي بن ملحم، وطبعة جديدة آخر طبعة في بيروت 2003 ترجم إلى اللاتينية وفي طبع في البندقية وترجم إلى العبرية والفرنسية والإنجليزية، والتفاصيل عنه في كتاب كبير للدكتور عبد الرحمن بدوي عن كتاب اسمه مؤلفات الغزالي. إيه معنى كلمة التهافت؟ العقاد طبعا ألقى محاضرة في جامعة الأزهر في قاعة الإمام محمد عبده بعنوان فلسفة الغزالي، فبين كلمة التهافت معناها الضعف الذي لا يقوى المتصف به على التماسك والثبوت. واحد من المستشرقين بين بعد دراسة مستفيضة أن كلمة التهافت كان الغزالي فيها يريد أن يمثل لنا أن العقل الإنساني يبحث عن الحقيقة ويريد الوصول إليها كما يبحث البعوض عن ضوء النهار، فإذا أبصر شعاعا يشبه نور الحقيقة انخدع به فرمى بنفسه عليه وتهافت فيه، وطبعا لأنه كان مخطئا ومخدوعا بأقيسة منطقية فيهلك كما يهلك البعوض إلى غيره. فكأن الغزالي يريد أن يقول إن الفلاسفة قد خدعوا بأشياء أسرعوا إليها بلا إعمال روية فتهافتوا وهلكوا الهلاك الأبدي. هذا هو المراد من كلمة التهافت. طبعا هو ألقى مقدمة بيّن فيها سبب التأليف، يعني المنهج العلمي استخدمه استخداما كاملا، بيّن في هذه المقدمة سبب التأليف وتأثير الفلسفة في أذهان الناشئة، وكان الناس في هذا الوقت قد انخدعوا بالفلسفة، وناس كثيرا من علماء الإسلام وعلوم الدين وشاعت العلوم الفلسفية بتأثير ابن سينا. طبعا ابن سينا يعني كان معروفا ويعرف بالشيخ الرئيس وله كتب كثيرة ومجلدات، وطبعا في إخوان الصفا وفي الباطنية، كل هؤلاء كانوا يدرسون الفلسفة ويدرسونها، فرأى أنه لابد من تأليف كتاب يرد على هؤلاء جميعا. وأهمية هذه المقدمة تصور لنا عقلية الملحدين المقلدين في كل زمان ومكان. يقول يعني أتيت بجزء منها، يقول: أما بعد فإني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء قد رفضوا وظائف الإسلام، شوف الخطورة طبعا، من العبادات، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون إلى آخره. ثم يقول: فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضا على هؤلاء الأغبياء ابتدأت لتحرير هذا الكتاب ردا على الفلاسفة القدماء، مبينا تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم في الإلهيات بالذات. يعني طبعا كثير من الذين يقلدون الفلاسفة يقولون يعني العبادات وهذه الأمور إنما هي للعامة، أما الرجل الفيلسوف عبادته في التفكر. ويمكن توفيق الحكيم ذكر ذات مرة قبل أن يموت أنه لم يصلي في حياته إلا في المرة التي صلاها وهو مريض في المستشفى، وكان قد زاره الشيخ الشعراوي رحمه الله فأحس بلذة الصلاة وقال: ليتني صليت. لكن كان دائما يكتب ويؤلف ويحدث الله والله، ويزعم أن الله يحدث، وكثير من هذه الأمور، ويعتقد أن هذه العبادة. طبعا الفلاسفة كثيرون، فهو حدد من هم هؤلاء الفلاسفة فقسمهم إلى 3 أصناف: الدهريون اللي هم بينكرون الصانع أو الخالق وينكرون الآخرة كل شيء، يعني هؤلاء تركهم. الطبيعيون برضو في الطبيعة ولكن عندهم إنكار لليوم الآخر. ركز على الإلهيين وهم المتأخرون منهم أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو، فهؤلاء جميعا طبعا كانوا قبل الميلاد. يعني أرسطو كان أستاذ الإسكندر الأكبر المقدوني حوالي 232 قبل الميلاد. فقال أرسطو: الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وحرر لهم ما لم يكن محررا من قبل. فهو يسمونه في الفكر الفلسفي المعلم الأول،
ولذلك يعني تخفيفا يعني لما نحن فيه، ذات مرة أحد الأساتذة أراد أن يطعم يعني ما قاله بكلام لأرسطو، فهو جالس في مسجد والناس حوله، فيقول عايز يستشهد بكلام لأرسطو، يعني يقول المعلم الأول، فالناس جميعا قالوا صلى الله عليه وسلم، فطبعا أكيد تراجع وأتى بحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترك كلام خلاص أرسطو، وإلا لضربه الناس. إزاي تقول المعلم الأول وأنت في المسجد؟ المعلم الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الفلاسفة يقولون عنه أرسطو هذا هو المعلم الأول. فهو ترك الدهريين وترك الطبيعيين وركز على الإلهيين، لأن طبعا الإنسان لا يمكن أن ينخدع بما يقوله الدهريون، لكن ينخدع بما أن يزعم أنه يعترف بالإله ويعترف بالشرائع، لكنه يناقض العقائد والتشريعات. ولذلك يعرف بأنه أول عالم ديني ينصف العلوم التجريبية النافعة. إيه معنى هذا؟ يعني طبعا لابد من بيان أن الفلسفة في هذا العصر وفي العصور السابقة، في العصر اللي هو عصر الغزالي يعني وعصر ابن سينا وعصر ابن رشد، كانت العلوم، أو كانت تسمى بشجرة العلوم، بمعنى أن الفيلسوف كان يدرس كل شيء، كان عالما في الطب، عالما في النفس، عالما في الاجتماع، عالما في الفلك، عالما في الكون، عالما في التنجيم، وفي الفقه، في القضاء، فيدخل في كل العلوم، فكانت تسمى بأم العلوم، أو بما يعرف الآن يرخصونه يقول لك الله، العالم، الإنسان، كل ما يتعلق بالله وبالعالم وبالإنسان كان الفيلسوف يدرس كل هذه العلوم. فطبعا هو اللي يسمع كلمة تهافت الفلاسفة ويرى مثلا أن ابن سينا له كتاب اسمه القانون في الطب، وهذا الكتاب من البراعة والبيان لدرجة أن الجامعات الأوروبا كانت تدرسه حتى القرن ال17 الميلادي، فاللي يسمع كده يقول لك إزاي كيف يقول على ابن سينا أنه متهافت في الطب؟ وغير ذلك ابن رشد كان برضه له كتب في الطب وهكذا. فهو استبعد كل هذه العلوم وقسمها إلى عدة أقسام، 6 أقسام: الرياضيات، المنطقيات، الطبيعيات، الإلهيات، السياسيات، الخلقيات، وقال هذا القسم الكبير من هذه العلوم لا علاقة له بالدين. ثم انتقد أولئك الذين يرون أن إنكار هذه العلوم خدمة دينية ونصرة للإسلام، ويعتبر هذا الجهاد في غير عدو، وكانت جناية عن الدين. فعلى سبيل المثال قال مثلا العلوم الرياضية لا تعرض لها للدين، ولا الدين يتعرض لها لا بالنفي ولا بالإثبات، إذن لا شأن لنا بالرياضيات وغيرها. لكنه ذكر أن هناك آفتين تولدتا عن يعني سماها آفة في حق القابل وآفة في حق الراد. فيقول مثلا لو واحد رأى الرياضيات والمنطقيات وهذه العلوم وما فيها من توثيق البراهين وغير ذلك، يقول إذن كل كلامهم في الإلهيات صحيح. مثله في ذلك مثل من ينظر الآن إلى أوروبا وأمريكا أو الغرب عموما، يجد هذه الطفرة الهائلة في العلوم والتقدم في كل الفنون، فيقول ما داموا متقدمين في هذه العلوم إذن فهم أيضا في الدين أو في الأخلاق أيضا هم على حق. يبقى هذه تولد هذه الآفة. ففي آفة أخرى، هناك أصدقاء الإسلام سماهم الصديق الجاهل للإسلام. هناك واحد بقى يزعم يقول لك لابد من إنكار هذه العلوم ويظن أنه بذلك ينصر الدين، زي ما واحد يجي الآن يقول لك لا، علم النفس وعلم الاجتماع هذه العلوم علوم غربية كافرة ينبغي التخلص منها. هذا كلام طبعا خطير، لابد أن ننظر ما يوافق فيها الدين فنأخذه وما يعارض الدين فنرده وغير ذلك. إذن فهو يتكلم عن مثل هؤلاء، وكأنه يقول يعني الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا في كل صناعة. يعني الغرب الآن متقدم في هذه العلوم، ليس معنى ذلك أنه متقدم في الأخلاق أو متقدم في الإلهيات أو في الأديان. يعني في كثير من الدول المتقدمة ولكنهم لا يزالون على البوذية والمجوسية، ورغم أنهم يعني سواء في اليابان أو في الهند يعبدون البقرة، يعني ليس هناك ارتباط بين التقدم في العلم وبين التقدم في الدين أو يعني الأخذ بالدين الصحيح. ولذلك يقول عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم. طبعا بيّن أن إصابتهم وتوفيقهم في العلوم الرياضية والطبيعية على أساس أن لها مبادئ ومقدمات ومحسوسات، فهم كما يقولون الآن مثلا يقول لك الكيمياء الفرنساوي زي الكيمياء الإنجليزي زي الكيمياء، يعني ليس هناك فرق، ولا الفيزياء ولا كذا، هذه العلوم. لكن الأمور النظرية تختلف، العلوم الاجتماعية تختلف لأن فيها أفكار وغير ذلك. فلذلك لما أدخلوا أنفسهم في الإلهيات حصلت كل هذه الأخطاء والأغاليط، وكما قال جاءت فلسفتهم فيها مجموع أوهام وقياسات وغير ذلك. قدم التهافت ب4 مقدمات بين فيها أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فقال سأقتصر على معلمهم الأول اللي هو أرسطو، ومين اللي قلده؟ الفارابي وابن سينا. فقال يعني سأحدد الكلام حول هؤلاء الثلاثة. ثم يقول يعني إن أفلاطون كان أستاذا لأرسطو، لكن أرسطو نقده وقال عبارة مشهورة: أفلاطون صديقي والحق صديقي ولكن الحق أصدق منه. يعني معناه أن فيه كل فيلسوف يأتي فيغير ويبدل وينقد، وليست هناك عندهم علوم. ولذلك قال ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية وغيرها. وبين أن في أقسام اللي احنا هنناقشهم فيها، كل ده في كتاب التهافت، لم أخرج عن هذا الكتاب يعني. قال القسم الأول يعني لما يقولوا على صانع العالم أنه جوهر، يعني مصطلحات يمكن أن تقبل. القسم الثاني ما لا يصل مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين اللي احنا قلنا عليه، اللي هو البراهين الهندسية والحسابية وغير ذلك. فبقول دايما لو أنا أنكرت شيئا من هذه أي واحد يسمع هذا الكلام يقول ده الدين عدو للعلم،
وهذا الإسلام ضد العلم، فيقول لك عدو عاقل خير من صديق جاهل. ويقول أيضا: وأعظم ما يفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع. يقول لك ما دام أنت بتخالف، يعني هذه علوم يعني ما يدخل فيها الشرع ولم يتعرض لها. اللي ركز عليه بقى الثالث اللي هو النزاع في أصل من أصول الدين، كالقول في حدوث العالم وصفات الصانع وبيان حشر الأجساد والأبدان وغير ذلك، وبين إن هذا الذي الإلهيات بقى اللي هيركز عليها، قال مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى 20 أصلا، يجب تكفيرهم في 3 وتبديعهم في 17. ثم يقول: ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل 20 صنفنا هذا الكتاب. أيضا المقدمة الثالثة استعان بمنهج معين برضو يجب أن نتعرف عليه، أنه حينما دخل ووقف ضد الفلسفة هو كان أشعري، لكنه كان فوق الأشاعرة، يعني هو الذي نصر الأشاعرة، لأنه طبعا كان أكبر من أن يكون تابعا لمذهب، لكنه كان طبعا متقيدا بالأشاعرة أو أهل السنة والجماعة. لكنه هنا لم يدخل باعتباره سنيا ولا أشعريا ولا شافعيا، بل باعتباره مسلما، لأنه قال هذه الفلسفة تريد أن تقتلع جذور الجميع ولا تبقي للدين باقية، ولذلك كان يستمد أسلحته من جميع الفرق والمذاهب حتى استعان بخصومه من المعتزلة وغيرهم. وذلك هذه عباراته: فأنا لا أدخل عليهم إلا دخول مطالب منكر، فأكدر عليهم ما اعتقدوه، فألزمهم تارة مذهب المعتزلة وأخرى مذهب الكرامية وغيرها، ولا أنتهض ذابا عن مذهب مخصوص، بل أجعل جميع الفرق إلبا واحدا عليهم. وقال عبارة ينبغي أن يحرص عليها العلماء الآن: فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفاصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين، فلنتظاهر عليهم، فعند الشدائد تذهب الأحقاد. ولذلك ينبغي أن نتفق أو نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كان يعني له طريقة هذه في المناقشة والتحليل والرد، أسلوب فإن قلتم قلنا، اللي هو مجادلة الخصوم، يعني يعرض لآراء الفلاسفة ويحدد عدد أوجه الاعتراضات، يعني 3 اعتراضات 10 اعتراضات، ثم يقول الاعتراض الأول الاعتراض الثاني وهكذا. يعتبر جواب للفلاسفة. غالبا ما كان يستقي هذا الجواب من استدلالات ابن سينا، كان يرد على اعتراض الفلاسفة، يعني تصور أنهم بيعترضوا عليه ويردوا عليه، بل كان يستخدم أسلوب المقايضة في الجدل، مثل قوله للخصوم: كما لم تقبلوا منا كذا فنحن لا نقبل منكم كذا، أو اقبلوا منا كذا كما تقبلون كذا. يعني دي معروفة في الحجاج وفي التفنيد. وأذكر في هذا المجال يعني أستاذ العقاد في أكثر من كتاب له كان يناقش المنصرين والمستشرقين الذين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان شهوانيا لكثرة أزواجه، يقول لك إزاي يكون مع 9 زوجات وكذا، إذن فهو شهواني. لم ينظروا طبعا إلى الحكم ولا إلى الظروف التي كان فيها النبي، طبعا أشياء كثيرة، لكن هو رد عليهم بمنطق، قال: إن قلتم عن محمد إنه شهواني لأنه تزوج 9، فلنا، شوف زي أسلوب الغزالي كده، فلنا أن نقول عن المسيح إنه مثلا يعني والعياذ بالله قاصر الجنسية ولا كذا لأنه لم يتزوج، لكننا شوف يسارع طبعا لا نقول أبدا في المسيح هكذا، فهو رسول من رسل الله وكذا، لكن يترتب يعني يلزمهم بهذه الأشياء. الشيخ رحمة الله الهندي برضه لما كان يناقشهم كان يأتي بأشياء يقول لا أؤمن بها لكنها موجودة في أسفارهم. سليمان عليه السلام كان عنده 1000 امرأة، فيقول لك يعني أنتم تقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه 9 وكذا، وسليمان كان عنده 1000، يقول رغم أنني لا أؤمن بأنه كان عنده 1000، بس ألزمهم بما عندهم من إيه في مذهبهم. يعني هذه المسائل 20 التي الأولى بدأت بإبطال مذهبهم في أزلية العالم، وهذه المسألة 20 في إبطال إنكارهم البعث وحشر الأجساد. يعني عرضتها فقط، هو نفسه يعني كتبها في كتابه في الأول، لكن التركيز طبعا سيكون عن المسائل 3 التي خالفوا فيها كافة الإسلاميين كما قال، اللي هي كانت سببا في أن حكم عليهم بالكفر. طبعا ابن تيمية جاء بعد ذلك ولم يكفرهم في 3 بس كفرهم في 10، وقال البدعة بريد الكفر بعد 200 سنة من الغزالي، لكن الغزالي اقتصر على 3. الأمر الأول إن الإنكار حشر الأجساد، إن الأجساد لا تحشر، والمثاب والمعاقب والأرواح المجردة وكذا، والمثوبات والعقوبات الروحانية. فيقول ولقد صدقوا في إثبات الروحانية، لا شك الروحانية موجودة، وفي معنويات، يعني في نعيم معنوي ورضوان من الله أكبر، والرضوان ورؤية الله في عز وجل هذه ليست مادية وإنما هي روحانية. لكن الكفر في إنكار الجسمانيات أو في كما سنفصل بعد ذلك. الأمر الثاني أو القضية الثالثة إن الله تعالى كما يزعمون، يعني تعالى الله عما يقولون، يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا أيضا كفر صريح طبعا، لأنهم قلدوا فيها أرسطو كان له إله، تصوره للإله يعني يقول لك إله عاطل، إنه هو المحرك الذي لا يتحرك، إنه لا يعلم شيئا، لأن كما سنبين أشياء حتى قالوا إنه أشبه بالملك الذي يملك ولا يحكم، صوره الشيخ محمد الغزالي بهذه الصورة، فسنبين التفصيل. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة قولهم بقدم العالم، فقال الغزالي لم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل. أما أمور أخرى نفي الصفات وغيرها مثل المعتزلة فلا يكفرون بها. طبعا هو تكلم في قدم العالم يعني مسائل كثيرة لا أريد، لكن ملخصها وقال يعني استقر رأي جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين على القول بقدمه، ان العالم قديم يعني، وانه قديم يعني ازلي ولم يزل موجودا مع الله ومعلولا له، وما سوق له غير متأخر عنه بالزمان، مساوقة المعلول للعلة والنور للشمس، وان الباري يعني الخالق متقدم عليه كتقدم العلة على المعلول،
وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان. هذا كلام طبعا خطير، ولذلك فأنا أفسر هذا الكلام يعني باختصار، طبعا الموضوع معقد. إن فلاسفة الإسلام وجدوا نظريتين موجودة. نظرية أرسطو، هذه نظرية أرسطو ماذا كانت تقول؟ اللي بيقولوا عليه المعلم الأول. نشوف ماذا يقول عن الله. الله هو المحرك الذي لا يتحرك، يعني السبب في حركة العالم. إن العالم كان موجود معه، هو حركه حركة ثم تركه، اللي هي الحركة الأولى فقط، ويرى أن العالم قديم ولذلك لا يوجد خلق، ينفي الخلق تماما أرسطو. نظرية أخرى حبت يعني تغير شوية، واحد اسمه أفلاطين، ده غير أفلاطون يعني، ده أخلاطين اللي هو أفلاطونية الحديثة، كان في الإسكندرية، ويعني قال في خلق بس خلق نوع اللي هو الفيض، ولذلك معروف عنده نظرية اسمها نظرية الفيض، يعني أن العالم فاض عن الله أو صدر عن الله بطريق الفيض. زي إيه يا عمي؟ قال لك زي ما النور يطلع من الشمس وزي ما الماء يصدر عن الينبوع، كلام يعني بمعنى أن الله لا يعلم شيئا فليس لله إذن فضل في الخلق. طبعا عقيدة الإسلام تفصل بين الله والعالم تماما، تنادي بالخلق من عدم، العالم لم يكن ثم كان بأمر الله، لأن في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا قدم العالم يعني أفلاطين برضه قال لا خلق عنده وكذا. هذه النظريات كلها تعارض الإسلام الذي يقرر صراحة أن الله مباين للعالم متعال عنه، وأنه سبحانه قادر على أن يبدل الخلق. آيات القرآن كلها تصرح بهذا، وأنه قادر على أن يعيده مرة أخرى، وآيات البعث والدلالة عليه وغيره. ولذلك فيلسوف العرب والإسلام الكندي أول فلاسفة المشرق عارض أرسطو في هذا وقال بحدوث العالم، ولذلك سلم من تكفير الغزالي وابن تيمية. أما الفارابي وابن سينا قال بقدم العالم، وحاول تفسير القدم بما لا يتنافى مع، طبعا حاولوا بقى يبرروا، بس هم في الأصل مؤمنين بكلام أرسطو، ثم جاءوا بالإسلام لكي أولوا بقى في الآيات، يعني مثلا قال لك العقول العشرة، وإن الملائكة هي اللي مخلوق، العقل الأول والعقل الثاني أدي 8 ملائكة، والعقل العاشر هو جبريل، وكلام طبعا فارغ ليس له علاقة. حتى إن ابن رشد نفسه وهو بيناقش الغزالي قال يعني ده الفارابي وابن سينا جابوا لنا الكلام أو جابوا الفلسفة، يعني هذا لا يوجد في الفلسفة. وطبعا ابن رشد كان مخالف لهم تماما في هذه القضية. طبعا الغزالي رد عليهم وكان يتهكم عليهم تهكم عجيب، وقالوا إن ده يعني معناها إنه كان في مجتمع كاد يؤخذ بسحر الفلسفة، وأصيب كثير من أفراده بمركب النقص وخضع للفلسفة خضوعا كاملا، فجاء تهكم الغزالي ونقده اللاذع علاجا لهذه النفوس المريضة. يعني هو مثلا بيتكلم على نظرية الفيض وإن في عقل أول، هي المشكلة كلها إن هم أدخلوا أنفسهم في منطقة محظورة، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، فكيف تناقشون هذه المسألة؟ خذوها من الوحي ومن القرآن ومن الشرع، لكن هم يقول لك أصل الله هيخلق الناس ازاي؟ يعني ادي العقل ما دخل، يعني كيف خلق الله الجميع من اله واحد؟ طب انت مالك؟ إيه هذه قدره الله لا يحدها حدود ولا تقيدها قيود، لكن طبعا هم ضلوا بهذا السبب. فهو بيرد عليهم يقول ما ذكرتموه تحكمات وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات، لو حكاه الانسان عن منام رآه لاستدل به على سوء مزاجه، وتخمينات وترهات سلمنا هذه الاوضاع البارده والتحكمات الفاسده، لست ادري كيف يقنع المجنون في نفسه بمثل هذه الاوضاع، وهكذا يعني. ثم واحد او هو بيقول يعني فان سالوني ايه نشأة الخلق عندك، بعد ما ناقشهم طبعا مناقشه فلسفيه كله مناقشات عقليه، يعني الغزالي امعن في المناقشات العقليه. فهو قال يعني انا مقصود اشوش فقط، لكن ايه المانع ان احنا نقول الله عالم قدير مريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فخلق كل شيء، ودي نصوص القرآن تؤيد هذا. لكن كلام أرسطو، كلام أفلاطين، كلام كل هؤلاء ينفي الإرادة عن الخالق، يعني كأن الخلق صدر منه كده صدور بالطبع أو بالضرورة كما يقولون. ولذلك يقول لك هذه الأمور لا نفكر فيها، كما قال صاحب الشرع تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. ثم يعني لو احنا نظرنا إلى الفيض من ناحية الدين، طبعا من ناحية الفلسفة لا قيمة له، الناس كثير عالجوه من ناحية الفلسفة لا أساس فلسفي له، وإنما مجرد كلام فارغ. فهو أحد العلماء قال يعني في آية قرآنية موجودة في سورة فصلت وأقرأها عليكم وهي موجودة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذه خلق الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. طبعا تعلمون ان مش المقصود 4 يعني 2 و4 او 6، يبقى 2 اللي بتوع السماء 8، لا ده 2 وبعدين الرواسي وتقدير الأقوات 2 يعني 4. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا هذه الآية صريحة في أن الله يفعل عن إرادة وفي أزمان متباينة مما يتنافى مع هذه الأفكار التي قالها الفارابي وابن سينا وغيرهم. إذن يعني ملخص أصحاب نظرية الفيض والصدور ما قالوه مخالف للعقيدة الإسلامية، فالله هو الخالق وهو بديع السماوات والأرض، والقرآن مليء طبعا بهذا الكلام، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ثم أنشأناه خلقا آخر خلقا من بعد خلق، يعني معناها خلق جديد. والله كما ولذلك الكندي يعني تماما في هذا وأثنى عليه العلماء لأنه كان متمسك بنصوص القرآن، فقال الله هو المبدع الممسك لكل ما أبدع،
فلا يخلو شيء من إمساكه وقوته إلا باد واندثر. طبعا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فكيف يزعمون أن الله تخلى عن العالم وتركه وغير ذلك؟ المسألة الثانية أخطر أيضا، اللي هي إنكار علم الله بالجزئيات. حتى قال الغزالي إنهم والعياذ بالله أنزلوا الله منزلة الجاهل. طبعا هم كلامهم بقى أرسطو شو بيقول إيه؟ يقول لك الله عاقل ومعقول، فلا يعقل إلا نفسه، فلا يعقل غيره. ليه؟ قال لك أصل المعقول لا يعلم المحسوس والكامل لا يعلم الناقص. هم أخذوا كلام طبعا أرسطو كلام مقدس ويأولوا بقى الآيات وغير ذلك. فالغزالي طبعا بيقول لهم إزاي هذه في غاية الشناعة، ده معناها المعلول أشرف من العلة. هذه الشناعة كلها طبعا مناقشات لكني ابتعدت عنها. لكن هنا يقول: من قنع أن يكون قوله في الله راجعا إلى هذه الرتبة فقد جعله أحقر والعياذ بالله أحقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره. يبقى معناها أن البهيمة نفسها أشرف والعياذ بالله من غير ذلك. فقال: أنزل الله منزلة الجاهل، هكذا يعامل الله المتكبرين، فقد انتهى بهم التعمق في التعظيم إلى أن أبطلوا كل ما يفهم من العظمة وقربوا حاله من حال الميت، كأن الإله عندهم ميت لا خبر له مما يجري في العالم. هم فاكرين أنهم بينزهوا الله، يقول لك يعني الله لا يعلم الجزئيات والتفاصيل ويعرف بس الكليات. هنشوف إيه معنى الكليات الآن، على حاجة عجيبة جدا. فقول: الظانين، وجاب الآية طبعا اللي احنا بنستشهد بها: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الظانين بالله ظن السوء، المعتقدين أن الأمور الربوبية يستولي على كنهها القوى البشرية، المغرورين بعقولهم، زاعمين أن فيها مندوحة عن تقليد الرسل إلى غير ذلك. جايب برضو عبارة: الأول لم يعلم إلا نفسه. الأول يعني عندهم الله رب الأرباب ومسبب الأسباب لا علم له أصلا بما يجري في العالم. ده من لوازم كلام ثم يقول: ناهيكم خزيا بهذا المذهب ولولا أنه في غاية الركاكة لما استنكف المتأخرون عن نصرته وغير ذلك. حتى قال: البهيمة مع شعورها بنفسها تعرف أمورا أخر سواها وغير ذلك يعني. ثم يقول: وليتعجب العاقل من طائفة يتعمقون في المعقولات بزعمهم. ثم ينتهي آخر نظرهم إلى أن رب الأرباب ومسبب الأسباب لا علم له أصلا بما يجري في العالم، وأي فرق بينه وبين الميت إلا في علمه بنفسه، وأي كمال في علمه بنفسه مع جهله بغيره. وهذا مذهب تغني صورته في الافتضاح عن الإطناب والإيضاح. إيه بقى مسألة الجزئيات والأشخاص؟ ابن سينا بيقول: الله يعلم الأشياء علما كليا. إيه معنى نوع العلوم الكلية؟ يعني يقول لك أشخاص الناس والحيوانات الله يعلم إن في أشخاص، في أنواع من الناس يعني، لكن أنواع زيد وعمرو وخالد لا ما يعرفش. يعرف إن في أنبياء لكن ما يعرفش إنهم في محمد. طبعا هذا كلام أكيد بتستغربوا يعني، لكن هكذا كلام ابن سينا وغيره. ثم يعقب يقول: أما شخص زيد يتميز عن شخص عمرو للحس لا للعقل. وطبعا يعني لو هذا أمر صحيح هذه قاعدة اعتقدوها واستأصلوا بها الشرائع بالكلية. يعني معناها إن زيد مثلا لو أطاع الله، الله لا يعلم إنه يطيع الله. هو عارف إن في أشخاص بس بيطيعوا الله ويعبدوا، لكن ما يعرفش إن فلان فقط. يعني كلام خطير طبعا. معناها إنه لا يعلم كفر زيد ولا إسلامه، بل لا يعلم إن في محمد جاء بالنبوة ولا غيره. أما النبي هذا ما أردنا وبين القبائح عليها يعني. نشوف الدكتور إبراهيم مذكور بيعقب بيقول إيه. بيقول يعني ابن سينا، نشوف يعني كنموذج. يقول ابن سينا والفارابي عندهم تجريد، نوع من التنزيه والتجريد، بس وصل إلى تصوير العقل البحت. لكن طبعا بيقول نقده حجة الإسلام وأخذ يتكلم بشيء من الزراية يعني والاحتقار للعلم الإلهي عندهم ويعتبره نوع من الجهل. ثم يقول: ومتى نقد حجة الإسلام وحكم كان لحكمه شأنه وخطره. نعم، لكن بيقول يعني أنا مش هقدر أدافع على الفارابي وابن سينا في أمرين: الاكتفاء بفكرة الصنع إن الله صانع بس إيه هي نفسها فيض أو صدور، وغير الخلق الذي قصد إليه القرآن. أيضا قصر العلم الإلهي على الكليات، وهذا يخالف القرآن لأن القرآن ينص على أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. هو بيدافع عنهما بيقول إيه؟ إلا أن الفارابي وابن سينا لم يقول هذا زيغا ولا زندقة، وإنما كان يعتقدان أن هذا نوع من التنزيه لله. ولذلك أنا دائما أقول لو كان الفارابي رأى من يرد عليه في حياته، يعني لو أن الله سخر له الغزالي ورد عليه أو رد على ابن سينا في عصره، ربما تراجعوا، لكن ما رد عليهم أحد في عصورهم. ولذلك كانوا يعتقدون أن هذا صحيح، زي المأمون كده لما كان يعتقد أن خلق القرآن هو نصرة للدين، لدرجة أنه أوصى بها أخاه وأخوه أوصى بها ابنه، وهكذا حتى جاء المتوكل على الله ويعني رفض كل هذا. فيعني قال يعني فهم عندهم. ولذلك ابن سينا كان يصلي وكان يعني بنتكلم عنها لو كان في سؤال حول لماذا كفر يعني ابن سينا. المسألة الثالثة إنكارهم حشر الأجساد. الوقت ماشي يعني خلاص ولا؟ خصص الإمام الغزالي المسألة 20 من كتابه التهافت في إبطال إنكارهم لبعث الأجساد. ودي حاجة غريبة جدا برضو، أكيد يعني هتستغربوا لها. كيف يعني قالوا هذه الكلام اللي مذكور في القرآن يعني عن الجنة والنار والخمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. طب كل ده إيه؟ قالوا هذه أمثلة ضربت لعوام الخلق. نصوص عند ابن سينا يقول بها هذا، فالمقصود به ضرب الأمثال. فهو بيقول لهم يعني أنتم خالفتم في مسألة إنكار حشر الأجساد وإنكار اللذات الجسمانية في الجنة والآلام الجسمانية في النار.
فما المانع ان يبقى في سعادتين يعني؟ وما ولذلك القرآن يقول ورضوان من الله. فرضوان من الله دي تعني ايه؟ الجانب الروحي، الجانب المعنوي اللي قال به الفلاسفه. فالفلاسفه يقول لك اصل الجسد ده انتهى، ولكن الروح هي اللي تتلذذ. طبعا هم محكومين بكلام ارسطو. كلام ارسطو عنده يبقى ان العالم قديم يعني ازلي، وما دام ازلي يعني ابدي، يعني ما فيش اخره عند ارسطو. ارسطو طبعا كان معذورا برضه عشان ما نقولش، لانه كان في عصر كانت الديانه اليونانيه كلها بتتكلم عن الهه وزوجات، واله بيتزوج واله مش عارف بيعمل ايه، فهو يعني يعتبر في وسط الوثنيات دي كلها واحد يعني ايه. لكن العذر ليس عذر لمين؟ لامثال الفارابي وابن سينا، عندهم القران، بس هو للاسف خدوا القران متاخر. يعني زي الدكتور زكي نجيب محمود قعد فتره كبيره جدا يقرا في الفلسفه الغربيه، في اخر عمره بدا يالف في الفلسفه الاسلاميه، ودي كاتب كده حاجه عن الفكر الاسلامي او له كتاب. فبيكتب في المقدمه بيقول انا فوجئت ان في علماء مسلمين وعلماء عرب. ليه؟ لانه طول حياته كان عمال يقرا بس فين؟ في الفلسفه الغربيه فقط. فالفارابي وابن سينا طبعا كانوا مركزين على هذا. فهو بيقول لهم ايه المانع؟ زي ما الرسول عليه السلام قال عن الله عز وجل حديث قدسي: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر. هذه صفات روحانيه، يعني معناها فوق الصفات المذكوره في القران. ايضا في ايه في القران: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، وهكذا. فهو بيقول بقى بيرد فإن خيل، شايفين الكلام بتاعه، فإن خيل كذا والجواب كذا. فهو بيقول لك اصل الالفاظ اللي موجوده وصف الجنه والنار هذه اوصاف للعوام بيخوف فيها الناس، لكن ما هي مقصود بها ان في جنه وفي نار وفي كذا. العجيب بقى ان انا يعني كان عندي بحث في انكار معاد الابدان في فلسفه الانسان عند ابن سينا، كان في جامعه القاهره يمكن من سنتين. فوجئت وانا بتكلم عن ابن سينا وعن مذهبه ان بعض الناس مؤمنون لا يزالون مؤمنين بكلام ابن سينا لحد الان. يعني حاجه عجيبه. يقول لك ايه يعني، ودي حاجه طبعا. الثاني أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة، يعني دي ممكن يا إما تؤول أو نقول بمذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم، لكن أمور الآخرة صريحة 100% ولا يمكن تأويلها بأي حال من الأحوال. زي ما ربنا بيقول مثلا في العذاب: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. طب هذا كله معنويات ولا روحانيات؟ هذا القول باطل قطعا لأنه تصريح بالكذب. ويعني حتى قال بهذا التكفير أيضا في كتاب له اسمه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. بس طبعا هو جايب كلامهم بيقولوا: لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم عن فهم المعاد العقلي، المعاد يعني البعث، أو كان يعني يقول لك العوام مش هيفهموا الناحية إن النفوس تسعد بالنواحي الروحانية يعني، فربنا صور لهم الأشياء إيه حسب الحور العين وهذه الأمور. فهذا يؤدي إلى كذب الأنبياء، للقول بالكذب. ابن سينا له كتاب صرح فيه بأن الكذب هنا ضروري، يقول لك لازم النبي يكذب لمصلحة الخلق. وليه وقفه هنا برضه حتى أبينها: إن ابن سينا في كتب الشفاء وغيره الكتب اللي هي كانت ظاهرة ذكر فيها البعث الجسماني. فلما جاء الغزالي وقال ده ابن سينا بينكر البعث الجسماني، فالناس قالوا ده ابن سينا ده يعني كلامه صح، لكن الغزالي ده يفتئت عليه، يكذب عليه. الدكتور سليمان دنيا يقول: عشت هذه القضية حوالي يعني 10 سنوات، أقول ابن سينا لا ينكر عذاب الأبدان، لكن الغزالي يعني يتقول عليه. بيقول: حتى ساق لي الله عز وجل مخطوطة كانت موجودة كده يعني لا يلتفت إليها أحد، اللي هو كتاب لابن سينا اسمه الأضحوية في المعاد. هذه الرسالة بقول كانت مكتوبة للخاصة، أعلن فيها ابن سينا بلا مواربة أنه ينكر الجزاء الجسماني أو حشر الأجساد، وأنه قال في الشفاء وغيره لأن كانت الكتب دي للعوام، أما للخواص فهو كذا. ولذلك كان دايما ابن رشد في تهافت يقول على الغزالي: أنت كشفت أمور هم ما صرحوا بها للجمهور، لكن طبعا هناك من يخدع بمثل هذه الامور. هذا القول باطل. فالدكتور سليمان دنيا يقول: ايقنت ان الغزالي على حق، واخذت اعتذر له ان انا يعني عشت فتره اقول عليه كذاب مثلا او افتأت عليهم. ابن رشد طبعا في المساله الثالثه بالذات وقف مع الغزالي، قال فعلا لازم من انكار حشر الاجساد ايه وكذا، ويمكن في نظريه الفيض برضه رفضها، لكن في العلم بالجزئيات يعني قاعد يبرر وكذا ويرد. المهم الغزالي يقول: فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه من الوجوه، ومن يعتقد بها ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وأنهم ذكروا ما ذكروا على سبيل المصلحة تمثيلا لجماهير الخلق وتفهيما، وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين. لكن الأمور الأخرى توقف في تكفيرهم. هذا في الكتاب، وغايته كان إسقاط قيمة الفلسفة العملية أو العلمية. وطبعا التهافت رد عليه، لكن أثر الغزالي كان أعمق وأقوى، ولذلك قالوا يعني إن عقول الناشئة كانت متأثرة، لكن الغزالي قضى على الفلسفة بضرباته الموجعة وهجماته العنيفة إلى الوراء، حتى قالوا إنه أسقط الفلسفة من عليائها أو من عرشها، ولم تقم لها قائمة في الشرق حتى قام بها ابن رشد. بس ابن رشد قالوا إنه فشل لأن من لم يجي بعده فيلسوف يكمل ما بدأه، ولذلك قال الغزالي كان تأثيره أقوى وأعمق
لأن كان في روح جديدة وبعث جديد أو بث في العلوم الإسلامية حياة جديدة، واتسم كتابه بقوة التعبير وسلامة العبارة وسهولة الأسلوب بخلاف عامة الكتب، ويدل على أن مؤلفه ممتلئ بالإيمان والثقة بدينه والاعتداد بشخصيته، ينظر إلى الفلاسفة القدماء كأقران وزملاء ورجال من مستواه العقل والفكر، يناقشهم ويقرأ الحجة بالحجة. وكان المسلمون في حاجة شديدة إلى هذا الطراز من المؤلفين والباحثين الذي يواجه الفلسفة بإيمان وثقة وعقل حر. ولكن فقال فجاء في أوانه، الشيخ أبو الحسن الندوي يعني هذا كلامه، فجاء كتاب التهافت في أوانه وقضى حاجة زمانه. فرجل هذا شأنه وهذا قدر يعني هذه مكانته، لابد أن يكون أثره أعمق وأنفذ وأقوى من ابن رشد. ابن رشد إيه اللي حصل له؟ نفي وشرد واتهم في دينه وامتحن في عقيدته، بس طبعا هو فقيه وقاضي وله كتاب بداية المجتهد، يعني لو في وقت بنتكلم عنه يعني مش معناه أنه كذا، لكن هو صدر في حقه منشور أذاعه الفقهاء تضمن تحريم النظر في فلسفته وتحريق كتبه. فمين اللي هيسمع كلام ابن رشد بعد كده؟ فكان يعني قالوا إن أثر الغزالي كان أقوى وأعمق. الهدف الغزالي كان إيه؟ إنه يريد أن يقول يا جماعة يا فلاسفة استخدموا عقولكم في الرياضيات، في الخلقيات، في السياسيات، في الأمور الخمسة، العلوم الخمسة، لكن الإلهيات لا تستخدم عقلك إلا بفهم الشرع، لكن لا تتدخل أو تأتي. فلذلك كان يرمي إلى إثبات عجز العقل، حتى قال يعني إن هذا تمسك بالعقل في غير ميدانه، حتى إنه قد شاركه يعني شارك الغزالي في هذا كثير من كبار الفلاسفة، يعني ديكارت أو الفلسفة الحديثة انتهى إلى ما انتهى إليه الغزالي، حتى قالوا إنه تأثر به وكان عنده كتاب المنقذ من الضلال وقضى. الدكتور عبد الهادي أبو ريدة ذكر هذا وكلام كثير إنه تأثر، وفي اللي بيقول لم يتأثر ولكن توصل ما توصل إليه الغزالي. وديكارت ده حاجة كبيرة يعني، اللي هو أبو الفلسفة الحديثة عندهم. عندنا برضو أوجست كونت نفس الحكاية، برضو كانت دكتور أحمد معاذ كان متخصص في كانت، شبه عبارات الفلسفة الميتافيزيقية أنه ورق نقد بدون ضمان، يعني ما تتدخل بالعقل في هذه الأمور. برضو زكي نجيب محمود برضو عمل كتاب اسمه خرافة الميتافيزيقا. إذن الغزالي ليس بدعا في الأولين ولا في الآخرين إذا هاجم هذا اللون من الفلسفة التي لا تنهض بانتشارها دنيا ولا يستقيم عليها دين. كان يقصد انه يقيم دعائم الدين مش ينقض بس او يهدم، ولذلك هو كثير من العلماء والدكتور سليمان دنيا بالذات يعتبر كتاب تهافت الفلاسفه من كتب علم الكلام، ان علم الكلام له جانبان، جانب اللي هو الدفاعي وجانب ايجابي اللي هو الدعوي. فقال هو رد وهدم هذه الفلسفات والباطنيه، وله كتاب اسمه فضائح الباطنيه. فقالوا ان ذا نوع من الرد على المخالفين في العقيده. ثم الف بعد ذلك الكتب في قواعد العقائد، في احياء علوم الدين، الرساله القدسيه وغير ذلك ليثبت فيها. وقالوا يعني اقل ما يقال في الغزالي إن حملته هذه أزالت هالة القدسية التي كانت في أنفس الكثيرين قبل الغزالي، فلم تعد الوثن الذي يرهب ولا يمس، بل تجرأ الكثيرون عليها. ويكفي الغزالي أنه وضع الفلسفة في قفص الاتهام واضطرها إلى أن تقف موقف الدفاع بعد أن كانت في موقف الهجوم. ولذلك يعني آخر خلاص باقي شريحة. إذا تهافت الفلاسفة كان يعد من الفلسفة الإسلامية، فقال إسهاما في إعادة الفلسفة إلى إطار الوحي الإلهي وضبط العقلانية بثوابت الإيمان الديني. يعني الآن طبعا غلب على الفقهاء مجافاة القلب، على الصوفية مجافاة الشرع، على الفلاسفة عقلانية منفلتة من الشرع، فدعا الغزالي إلى إحياء كل العلوم باقتران وامتزاج العقل والشرع والقلب جميعا. إذن كان الغزالي في كتابه تهافت فيلسوفا إلهيا يكشف تهافت هذه المقولات الفلسفية المنفلتة من ضوابط الشرع، وكان يؤمن بالعقلانية الإسلامية. ليه عقلانية إيه؟ نور الشرع ونور العقل، ودايما كان يتكلم على النورين معا، لابد من نور العقل ونور الشرع، له كلام كثير في هذا. ولذلك صار يعني تجاوز مرحلة المجتهد وأصبح في تاريخ الفكر الإسلامي ظاهرة فكرية ومرجعية فكرية ميزت عصره وتركت بصماتها على مسيرة الفكر الإسلامي فيما تلا عصره من عصور، بل لا تزال اجتهاداته وآثاره الفكرية تطبع قطاعات واسعة من الثقافة الإسلامية حتى الآن. آخر حاجة يعني الدكتور محمد عابد الجابري رشدي، يعني متحيز لابن رشد جدا وعدو لدود للغزالي، خصم يعتبر خصم، بس اعترف. ولذلك أنا بقول أحد خصومه من المعاصرين الدكتور محمد عابد الجابري رحمه الله مات، فبيقول الغزالي بقي وما يزال حاضرا في ثقافتنا العربية والإسلامية، ويقول لم يكن مرآة انعكست عليه ثقافة عصره فقط، وإنما كان ساحة التقت عندها مختلف التيارات الفكرية والأيديولوجية، وانتهى إلى أن أقصر طريق إلى فكر الغزالي ومكوناته أن يوصف بأنه ظاهرة فكرية وليس فكر رجل بعينه، ظاهرة فكرية في الثقافة الإسلامية العربية الإسلامية ظلت حاضرة فيها طيلة القرون التسعة الماضية، والفضل ما شهدت به الأعداء. وجزاكم الله خيرا على تقبلكم كل هذا الوقت وكل هذا الكلام.